تعالوا يا حلوين نعمل غدا سريع وكمان اقتصادي وكل حاجة عندك في البيت، وكمان هتنسيكي اللحمة والفراخ، واتحداكي انك هتعمليها كذا مرة في الاسبوع لانها في 10 دقايق بتخلص وكمان لذيذة ومكوناتها موجودة في كل بيت، واللي مش موجود ممكن تستغني عنه. حاجة بسيطة كده ممكن تعمليها بأي حاجة. يا ريت تعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نكمل، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معانا طاسة على النار فيها معلقتين زيت، بنزل ببصلايه كبيره مفرومه ناعم او بصلتين وسط وبقلب فيها لحد ما البصل يدبل، واول ما يدبل بوسع حته كده في النص وبنزل بمعلقه صغيره توم مفروم او حوالي فصين كده. بعد اول ما التوم ريحته تطلع بنزل باتنين طماطم وسط مقطعاهم صغير زي ما انتوا شايفين كده، مقطعهم او ممكن تبشريهم عادي جدا. واول ما الطماطم تدبل خالص زي ما انتوا شايفين بنزل بفلفل الوان وفلفل حامي مع بعض، يعني اخضر على احمر، واللي عندك حطيه واللي مش عندك ما تحطوش. يعني عندك اخضر بس احمر بس الوان مش مشكله. وبعدين بضيف معلقه ملح صغيره، ودي معلقه بهارات، ودي معلقه بابريكا برضو، اللي عندك حطيه واللي مش عندك استغني عنه، ونص معلقه فلفل اسود. وبقلب بتبلها طبعا وبظبط الملح بتاعها. ودول شويه خضره كانوا عندي انا كنت مفرزاهم، خضره كده بقدونس على كزبره، وبتحطيهم. ممكن برضو تستغني عنها الخطوه دي اختياري، ممكن تستغني عنها. وبعدين بنزل باتنين بطاطس مهروسه سلقتها وهرستها، اتنين بطاطس وسط كده. وبعدين بقلب كل المكونات دي ببعضها دقيقه كده على النار، وخلاص على كده خلصت. وبعدين باجي بقى هنا بجيب رغيف عيش بلدي، طبعا ده موجود في كل بيت. وباجي بقى بفتحه كده من على الحرف كده، بفتحه بالمقص او ممكن تفتحيه بايدك زي ما انتوا شايفين. وبعدين بجيب الخلطة واملى العيش كويس، بدخل من جوه خالص وافرد كده في العيش اهو زي ما انتوا شايفين، كل حاجة باينة قدامكم. وبعدين دي خطوة اختياري، بجيب شوية موتزاريلا واحطهم، ممكن تستغني عنها خالص، هي بتبقى حلوة من غير الموتزاريلا، ممكن الناس الصايمة تحط موتزاريلا صيامي. وبعدين باجي على النار بجيب طاسة فيها معلقتين زيت، وبحط الرغيف ياخد لون من تحت وبعدين لون من فوق. تحفة جدا تحفة جدا. العيش بيتحمص وبتبقى طعمها جامد جدا زي حواوشي اللحمة بالظبط او حواوشي الفراخ. بصي ولا هتحسي ان هو مفيهوش ولا لحمة ولا فراخ. واهو شايفين الموتزاريلا فيه، وممكن تستغنى عن الموتزاريلا، كتير بعمله من غير موتزاريلا بيبقى تحفة، بيبقى طعمه جميل جدا. يا رب يكون عجبكم. انا واثقه ان انت هتقومي تجربيه وتعمليه لانه اقتصادي ومكوناته موجوده، يعني مش لسه هتشتري، كل البيوت فيها المكونات دي. ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، علشان اللي جاي احلى بكتير. وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.